اعتقلت 2 من مناصريهم أثناء مسيرة انتخابية بمحافظة كفر الشيخ. من جهة أخرى قررت النيابة العامة المصرية حبس ما يزيد على 100 عضو في الجماعة على ذمة التحقيق في كل من محافظتي الشرقية والإسكندرية بتهمة الدعاية الانتخابية على أساس ديني والمشاركة في مسيرات دون ترخيص أمني. في غضون ذلك تتواصل المسيرات المؤيدة للإخوان المسلمين في عدد من محافظات مصر. عند حدود هذا الحاجز الأمني ينتهي خط سير الإخوان المسلمين في حملة انتخابية تكبلها محاذير أمنية وسياسية وإصرار من جانب الجماعة على أن يكون الإسلام هو الحل شعارا لحملتها في ظل قانون يحظر استخدام الشعارات الدينية أساسا للحملات الانتخابية. مسيرات تبدو رد فعل إراديا منظما لحملة اعتقالات لأعضاء الجماعة من رجال ونساء اتسعت رقعتها منذ بدء الحديث عن انتخابات مصر التشريعية، إلا أنها في واقع الأمر رد فعل تلقائي لشارع مصري منح الإخوان المسلمين قبل 5 أعوام 86 مقعدا في البرلمان. مرشحة الإخوان على مقعد المرأة في الفيوم ترى أن عودة دور الريادة لمصر حسب ما تقول يرتبط فقط بشرط تحقيق العدالة في هذه الانتخابات. غير أن هذه المسيرات المؤيدة لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين ليس كل ما يمكن أن تراه دائرا على المسرح السياسي المصري في هذه الأيام الحاسمة. هذه صورة أخرى لما يدور. حالة من الفوضى أعقبت كما قيل صدامات بين قوات الأمن ومناصري الإخوان في شوارع الإسكندرية قبل يومين. ومن الفيوم إلى الإسكندرية إلى غيرهما من المحافظات تتقاطع الشوارع الانتخابية المصرية المؤيدة للإخوان المسلمين أو المناصرة للحزب الحاكم أو غيره من الأحزاب حول نقطة التقاء واحدة ظاهرها الفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان.